واش خبرك ان اول سلطان مسلم مغربي ما كانش مغربي؟ في 2 دقائق غادي نشرح لك اول سلاله مسلمه حكمت المغرب، الادارسه. شفنا في الفيديو اللي فات ادريس الاول اللي كيتسمى ايضا ادريس الاكبر هرب من الشرق وجاو تانستالا في المغرب. قبيله اورابا الامازيغيه استقبلته وبيعته امام ديني وسياسي واسس دوله صغيره في وليد 788. لكن تم الاغتيال ديالو بعد ذلك، على الارجح على يد الخلافه الاسلاميه. ولكن لحسن الحظ الزوجه ديالو كنزه اللي كانت امازيغيه كانت حامله بولي العهد ادريس الثاني. نفس الشيء ديال الادارسه بقات حاكمه المغرب تقريبا 2 قرون من 788 حتى 974 ميلاديه. من اهم الاحداث ديال الدوله الادريسيه عندنا تاسيس مدينه فاس على يد ادريس الثاني، واللي رجعت من بعد ملتقى تجاري وثقافي مهم. عندنا ايضا نشر الاسلام وتعريب المغرب، خاصه من الجانب السياسي والتسييري للدوله، حيت في ذاك الوقت ما كانش واحد الدوله امازيغيه بالوثائق الامازيغيه ديالها الى اخره. فالادارسه شكلوا اول وحده سياسيه رسميه ديال المغرب. دابا القبر ديال ادريس الاول مازال كاين في مولاي ادريس زرهون ومازال كيزوروه الناس لحد الان. فنعرفوا ان هذه النسخه ديال التاريخ هي نسخه تقليديه نوعا ما. البعض يقدر يتساءل ان كيفاش قبيله امازيغيه مقاومه وفخوره بايع مجانيا واحد القائد سياسي اللي عنده نفس الدين ونفس الخلفيه الاسلاميه ديال الخلافه اللي كانوا كيحاربوا. هادشي اللي كيتسائلوا بعض المؤرخين النقديين، ولكن ما عندنا حتى شي دليل اركيولوجي نصي او اثري اللي ينفي لنا هاد النسخه ولا يورينا نسخ اخرى. لكن من المنطقي اننا نعتبروا ان الولاء ديال قبيله اورابا لادريس الاول جاي من مصالح مشتركه بلوتو كولاء اعمى ومجاني. فادريس الاول تزوج بامراه امازيغيه، فربما الزواج الاستراتيجي كان عنده يد في القصه. كان كيعجبك المحتوى ديالي ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه. باي.